السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب اجعله شهر الخير والهنا والسعادة عليكم بإذن الله، وأيام مباركة عليكم بإذن الله، ويرزقنا من حيث لا نحتسب. النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية عورة المرأة والرجل في المنام، اللي هو فرج المرأة في المنام. لا حياء في الدين يا جماعة ولا حياء في العلم، فدي أمور احنا بتجيلنا في الرؤى ولازم نعرفها. رؤية فرج المرأة في المنام هي دالة على الفرج عما قريب، يعني ربنا إن شاء الله بيبشرها بالخير داخل عليها بإذن الله، ودلل على زوال الهم والمشاكل. لو عندها مشاكل وشافت عورتها ده ذهاب الهم والمشاكل عندها في بيتها. طيب لو شافت عورة جوزها ده دليل على ان الهدوء والمحبة بينها وبين زوجها والرزق اللي داخل عليهم واستقرار في حياتهم وعيشتهم بتكون هادئة كده بإذن الله. بالنسبة لبنت العزباء لو شافت العورة بتاعتها دون بيبقى موعد زواج لها قريب، أو خطوبة من الشخص اللي هي تكون بتحبه، او زوالها. عندها مشاكل ان شاء الله ربنا يزيلها هم او ضيقه، ربنا هيفك ضيقتها وكربها باذن الله. بالنسبه للست الحامل لو شافت ان هي الذكر، يعني لو شافت العوره بتاعت زوجها مكان عورتها، فده بدل على ان هي ان شاء الله اللي في بطنها ده ولد ذكر. فرؤية فرج المرأة يا جماعة هو دليل على الفرج وفك الضيقة وفك الهم والكرب، دخول رزق وخير عليها بإذن الله، سواء للبنت العزباء، سواء للرجل، سواء للست المتزوجة، سواء للحامل. فده الجزء الأول من رؤية العورة في المنام. لسه هعمل لها فيديو تاني بجزء تاني. تمام، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.